طب عشان الناس اللي هتشجع السيتي الفتره الجايه دي شويه حاجات لازم تكون عارفها. اول حاجه ان ديفيد سيلفا افضل وسط في التاريخ. تاني حاجه الفريق ملوش اساطير، بس لو حد اداك سؤال وزنقك يعني قول له اجويرو ويا توريه تالت حاجه دي هي اللي اجويرو سجل فيها هدف حسم الدوري 93 و20 ثانيه عشان هو هتحطها في دوري الفيس. رابع حاجه مش مهمه يعني عادي يعني. خامس حاجه بقى كومباني افضل مساك في التاريخ واندريدد وهدفه في الدقيقه 69 و50 ثانيه برضه عشان لو هتحطها في ليستر يعني لو هتحطها في موبايل فيس. سادس حاجه مانشستر ملهاش اعداء بس حاول تكره اليونايتد وخلي ليفربول المنافس بتاعه. سابع حاجه الفريق صعد للدوري سنه 98 خليك حافظ التاريخ ده قوي عشان لما تتزنق او حد يسالك الفريق بتشجعه انت ما تقولوش من 30 سنه او كده عشان ما تتزنقش يعني. تاني حاجه بقى هتقول ان انا بشجع مانشستر سيتي من قبل عمر مرموش ما يجي مانشستر يعني اقل جامد من ايام فرناندينيو. اتمنى اكون جمعت لك اهم النقاط عشان تبقى مشجع جيد لمانشستر سيتي.